هنبدأ ننفذ مادة اللامارينو. مادة اللامارينو هي مادة سبونش مائي، هي مادة داخلي وخارجي. من أهم مميزات المادة إن أنا عندي مادة سبونش أقدر أعملها في الواجهات في الخارج بدون ما أضيف عليها أي مادة حماية، لأن المادة مجهزة إن هي تتوظف في الواجهات وفي الخارج بدون أي مادة حماية عليها. من أهم مميزات المادة برضو إن المادة بيز، تقدر تلونها أي ألوان أنت عايزها، زائد قوة نسبة فرد المادة على الحيطة. ونسبة فرد المادة الكيلو بيفرد من 50 ل 60 متر مربع. نسبة تخفيف المادة الكيلو بتخفف من 60 ل 70% بمية. أساس المادة بشتغله على بلاستيك ربع لامع أو مطة أكريليك تشطيب. طريقة تنفيذ المادة بوظفها بإسفنجة عادية خالص. أهم شيء في توظيف المادة في طريقة فرد المادة على الحيطة، وهو إزاي إن أنا أفرد المادة على الحيطة بدون ما يقابلني أي مشاكل في المادة على الحيطة، علشان ما يقابلنيش أي الحامات أو أي دفايات من المادة على الحيطة. أهم شيء علشان ما يقابلنيش الدفايات دي هي طريقة فرد المادة ونسبة تخفيف المادة على الحيطة. قلنا بخفف المادة بنسبة من 50 ل 60% بمية، وبعد كده ببدأ اخد المادة وبفردها على الحيطة بطريقة عشوائية. طبعا من اهم المشاكل اللي كانت بتقابل الناس الفنيين كان الراجل الفني بياخد المادة ويبدأ يفردها على الحيطة بحطة منتظمة بالشكل ده، ويبدأ يعمل فيها الديزاين اللي هو عايزه او شكل العروق اللي هو بيديه شكل رخام على الحيطة بالشكل ده. دي طبعا اول مشكله بتقابله علشان الماده سريعه الجفاف. فكانت الراجل الفني على ما ينفذ الماده على الحيطه الحطه الاولانيه يبدا يجيب الحطه الثانيه حتى لو ما جفتش جفاف كامل، فمجرد ما كان بيجيب الحطه الثانيه اللي جنبها يظهر معاه لحام منتظم على الحيطه بالشكل ده. ودي كانت طريقه فرد غلط للماده. علشان كده بنقول افضل طريقه لفرد الماده عشان ما يقابلنيش اي مشكله في الماده على الحيطه ان انا باخد الماده وبفردها بطريقه عشوائيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فبالتالي انا احتفظت بحاجتين اتنين. اهم حاجه ان انا الديزاين بيظهر معايا في الماده وانا بفردها على طول زي ما احنا شايفين بالشكل ده، يبقى انا اخدت سرعه تنفيذ في الماده على الحيطه، زائد ان الحطه في الماده على الحيطه هتطلع معايا حطه منتظمه بالشكل ده. حتى لو سبت الحطه دي لتاني يوم وبدات اجيب الحطه اللي جنبها، حتى لو الحرف اللحام ده ظهر معايا لحام بالشكل ده هيظهر من ضمن الديزاين اللي انا مشكله في الماده، فمش هيظهر معايا الحام منتظم على الحيطه. ودي افضل طريقه واسهل طريقه لفرد ماده اللامارينو على الحيطه. زي ما قلنا مجرد ان بفرد المادة بطريقة عشوائية الديزاين بيظهر معايا بطريقة عشوائية على الحيطة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى انا استفدت من الفرد بطريقة عشوائية على الحيطة ان انا شكل الديزاين بسهولة وبسرعة على الحيطة وبدون ما يعمل حطة منتظمة على الحيطة يظهر معايا دفايات في المادة على الحيطة. اقدر اعمل تداخل في مادة اللامارينو باكتر من لون مع بعض. لو انا عايز انفذ شكل الترخيم او شكل الرخام العشوائي على الحيطة اقدر اعمل تداخل للالوان. بنفذ اللون، افرد اللون الفاتح الاولاني اللي هو اللون الاساسي اللي عايزه يظهر معايا، وبعد كده ابدا الون مادة اللامارينو باللون الثاني اللي انا عايز احطه على الحيطة، وابدا اخد اللون ده بفرشة بالشكل ده وافرده بطريقة عشوائية. وبنفس الاسفنجة اللي انا فردت بيها اللون الفاتح ابدا اعمل مرغ للون على الحيطة. طبعا من اهم مميزات مادة اللامارينو ان المادة عندنا الجفاف الجزء بتاعها مش سريع زي بعض مواد موجودة في السوق. المادة الجفاف الجزء فيها من ربع ساعة لنص ساعة، يعني اقدر خلال نص ساعة اشكل في المادة باي ديزاين تاني او اي تداخل الوان على الحيطة بالشكل اللي انا عايزه يظهر معايا. ببدأ خلصت اللون الاولاني اللي انا حطيته على الحيطة، ابدا اجيب اللون الثاني من ماده اللامارينو وابدا بنفس الطريقه افرده بطريقه عشوائيه على الحيطه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، عشان اخد شكل رخام عشوائي بطريقه عشوائيه على الحيطه غير منتظم بشكل غير منتظم.
عملت مجموعة الألوان بتاعتي اللي أنا عايز أحطها على الحيطة بالشكل ده. أبدأ بنفس الإسفنجة اللي فيها اللون الفاتح وأعمل مرغ الألوان كلها مع بعضها عشان ما تظهرش معايا تاتشات منتظمة على الحيطة بالشكل ده. قلنا ان المادة الجفاف الجزئي فيها بطيء عندنا، علشان كده اقدر خلال من ربع ساعة لنص ساعة اقدر اغير في شكل المادة على الحيطة بالشكل الملائم بالنسبة لي. زي ما احنا شايفين خلصت المادة بالشكل اللي هو الرخام العشوائي. اقدر اشكل في المادة واعمل فيها شغل الرخام المنتظم اللي هي العروق الرخام على الحيطة بشكل منتظم عشان اخد شكل الرخام على الحيطة. على حسب الشكل الترخيم ومجموعة الألوان اللي أنا عايزها تظهر معايا على الحيطة. ودي من أهم مميزات المادة. زي ما احنا شايفين المادة تاخد معايا على الحيطة، بغير شكل الديزاين على حسب الشكل اللي أنا عايزه يظهر معايا على الحيطة. بعد ما بشكل شكل العروق اللي أنا عايزه يظهر معايا على الحيطة أقدر أعمل تداخل بمادة تانية على مادة اللامارينو عشان أظهر جمال المادة معايا وتداخل أكتر من لون مع بعض. زي ما قلنا بعمل تداخل ألوان بالشكل الرخامي اللي عايزه يظهر معايا على الحيطة. أقدر أعمل إضافة بمادة تانية. الميزة في المادة دي إن هي مادة بتكب معايا ألوان 5 ألوان أو 6 ألوان على حسب الألوان اللي عايزها تظهر معايا. وميزة المادة إن هي شفافة فهتظهر شكل الرخام اللي أنا عامله معايا على الحيطة. أقدر أعمل تداخل من مادة الفيارا بيل بشكل عروق عشوائية أو منتظمة على الحيطة. ببدأ الأول أخد لون زي اللون الموف اللي احنا بنشتغل بيه وأبدأ أخد عروق عشوائية على الحيطة بالشكل ده. الميزة في مادة الفيارا بيل زي ما قلنا إن المادة شفافة فبتظهر معايا الألوان اللي أنا عاملها في مادة اللامارينو على الحيطة. عملت تداخل من مادة الفيارا بيل باللون الموف. أبدأ بعد كده أخد اللون الذهبي من مادة الفيارا بيل وأبدأ أعمل برضو عروق عشوائية على الحيطة بالشكل ده. عملت اللون الذهبي على حسب مجموعة الألوان اللي أنا عايزها تظهر معايا على الحيطة. بعد كده هناخد الفيارا بيل باللون الأخضر. أهم حاجة إن أنا ما بعملش سمك جامد من مادة الفيارا بيل علشان ما اغطيش شكل العروق اللي أنا عامله معايا على الحيطة. بوزع مساحة على الحيطة زي ما احنا شايفين بالفرشة بطريقة عشوائية أو منتظمة على حسب الشكل اللي عايزه يظهر معايا. بعد كده ببدأ أخد الإسفنجة وأبدأ أعمل مرغ للألوان اللي أنا عملتها من مادة الفيارا بيل على الحيطة علشان أكشف شكل الألوان اللي أنا عامله في الترخيم على الحيطة عشان أطلع بشكل رخامي وجمالي مميز على الحيطة. الميزة في مادة الفيارا بيل إن هي بتدي مادة اللامارينو عشان مادة اللامارينو هي مادة فلات مطفية. الميزة إن أنا بعمل بمادة الفيارا بيل لمعة عالية على مادة اللامارينو زائد كبة الألوان اللي أنا عامل لها تداخل بمادة الفيارا بيل على الحيطة.